فوز منتخب مصر على المنتخب الملاوي 4-0 في مباراة يمكن البعض شافها انها عادية جدا ان المنتخب المصري يفوز على ملاوي 4-0، وانا معاك ومتفق في المقولة دي، ومتفق معاك ان طبيعي جدا ان المنتخب المصري يفوز على ملاوي 4-0. ولكن خلينا نحط ايدينا على الايجابيات، يعني خليك دايما امشي بمقولة تفاءلوا بالخير تجدوه. تفائل بالخير يا عم، انت في الفترة الحالية بتلعب 3 مباريات في تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، فلازم ان انت تصعد من اول 2 علشان تكون موجود في افريقيا اللي جاية. فعيب قوي ان انت يكون معاك اثيوبيا، يكون معاك غينيا، يكون معاك ملاوي، مع احترامي لكل البلاد والمنتخبات ديت، ان انت كمنتخب مصر بقيمته الكبيره وتاريخه الكبير في قاره افريقيا ان انت ما تتصدرش المجموعه، مش انك تصعد بس وخلاص، انك تتصدر المجموعه. ولكن يمكن بدانا البطوله او بدانا التصفيات بفوز على غينيا 1-0 في مباراة كانت في المتناول بالنسبة للأداء. خسرنا من أثيوبيا في مباراة كانت للنسيان مع إيهاب جلال. دخلنا في دوامة، مين المدرب؟ عاوزين مدرب. المنتخب بينهار أكتر ما هو بينهار. كروش بعد ما مشي ساب فراغ كبير بعد ما حط أو بدأ يحط إيده على القوام الأساسي للمنتخب وعلى طريقة لعب. يمكن طريقة لعب كروش كان فيه البعض بيهاجمه والبعض متفق عليها والبعض مش عاجبه والبعض اللي عاجبه، ولكن كروش كان ليه ايجابيات وليه سلبيات. الراجل شاف ان المنتخب لازم يعتمد على الطريقه الدفاعيه، ان انا لازم اقفل بشكل كويس جدا، لازم ادافع بشكل كويس جدا واعتمد على السرعات الاماميه خاصه عند محمد صلاح. ولكن مع روي فيتوريا بدا الموضوع انه يتغير من اول ما جه والاداء يتغير. ولكن بالنسبه لمباراه المنتخب المصري امام ملاوي هنتكلم عليها دقيقتين، وبعد كده نبدا نتكلم على طريقه المنتخب المصري اللي اتغيرت من اول بوب برادلي، فاكرين بوب برادلي في اواخر الجيل الذهبي، لحد دلوقتي وبسرعه جدا، خاصه في حته محمد صلاح ومدى تاثير محمد صلاح مع المنتخب من اول ظهوره مع المنتخب مع بوب برادلي لحد دلوقتي. ولكن بالنسبه لمباراه المنتخب امام المنتخب الملاوي، المباراه الاولى انتهت بفوز المنتخب بهدفين، المباراه الثانيه انتهت بفوز المنتخب برباعيه بنتيجه كبيره جدا. ولكن اداء المنتخب المصري اكيد في تطور كبير جدا. انت شايف المنتخب بدا ان هو يضغط من الامام. انا عارف قله امكانيات المنافسين في التصفيات، ولكن حط ايدك على ايجابيات. انت كسبت بلجيكا، المنتخب البلجيكي قبل كاس العالم قدرت ان انت تفوز عليه، وانا عارف ان المنتخب البلجيكي مش بالقوه الكبيره اللي كانت قبل كده او من 2-3 سنين، ولكن منتخب بلجيكا هو منتخب بلجيكي قدرت ان انت تتفوق عليه وتعمل امامه مباراه كبيره جدا. نفس الكلام قدرت بعد كده تعمل كام مباراه بعد كده مع روي فيتوريا، وقدرت ان انت تفوز مش بس 1-0 ولا 2، لا ب3 و4، اخرهم مباراه ملاوي. قدرت ان انت تشوف حلول كتيره جدا وتعتمد على لاعب كبير بقيمه محمد صلاح، ان انت تغير مقوله او تغير طريقه منتخب مصر من انها طريقه تعتمد على لاعب واحد وهو محمد صلاح، انها تكون طريقه جامعيه لمنتخب مصر، منتخب الساجدين، منتخب اللي هو من نقدر نقول كان عنده جيل هو اقوى جيل جه في تاريخ افريقيا، اللي قدر يفوز ب3 بطولات افريقيا. ولكن قدرنا نشوف محمد صلاح اللي بدأ يتغير، بدل ما كان دايما على الطرف، بدل ما كان دايما متطرف، لا يا معلم هنزلك زيزو في حته صنع العاب، وتقدر ان انت وهو تعملوا سويتشات، تقدر انت وهو تغيروا واجبات مع بعض. بمعنى ان انت في اوقات كتير جدا في نص الملعب تلاقي زيزو في نص الملعب صنع العاب ويشغل محمد صلاح في الطرف. اوقات كتير جدا تتفاجئ ان محمد صلاح بدأ ان هو ينزل لنص الملعب، بينزل لتحت بشكل كبير جدا عشان يستلم من طارق او من حماده، علشان تبدا ان انت تبدا هجمه بنجم كبير زي محمد صلاح ويبدا يشغل. شفنا الكلام ده في مباراه الذهاب، والهدف الاولاني اللي بدا محمد صلاح في مساهمته الناحيه الثانيه لمحمد حمدي وينزل ويجيب جون. الهدف الثاني بيدي المرموش نفس الكلام. حتى الاربع اهداف لو جينا نبص عليهم هتشوف الهدف الاولاني ملعوب برضو نفس الكلام، قدرنا نشوف محمد صلاح اللي بينزل يستلم نفس الكلام بيبدا يشتغل. حتى الجون اللي بعد كده هو ومصطفى محمد الاثنين شغالين مع بعض. حتى برضو جون مرموش ركنيه وخبطت، بس برضو بدات من عند محمد صلاح نفس الكلام. الجون الرابع مع زيزو شفنا برضو نفس الكلام، بدايه من محمد صلاح. فانت شايف تاثير محمد صلاح بشكل قوي جدا مع المنتخب، وقدر روي فيتوريا انه يستخدمه بشكل قوي جدا ويقدر يستغله
بشكل صحيح. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى اللي هقوله لك دلوقتي عشان نبدا ان احنا نختم حلقتنا ونقول اخر كلامنا. محمد صلاح في بدايه مسيرته مع منتخب مصر بدا مع اواخر الجيل الذهبي مع باب برادلي، اللي كان فيه تريكا لسه موجود، اللي كان فيه الجيل الذهبي كله، حسني عبد ربه، احمد حسن، وطبعا كل النجوم. ولكن كان مين العنصر اللي كان صانع العاب ويقدر يشغل محمد صلاح بسرعته ويقول له روح؟ يعني سيبك من محمد صلاح، اي لاعب كان هيكون جنب الراجل دوت اللي هقول لك عليه اسمه دلوقتي ويقدر ان هو يكون مهاجم منتخب مصر. فاعرف ان المهاجم ده حتى لو هو مهاجم اكتع يعني ما بيشوفش ولا بيعرف يباص ولا يشوط، هيعرف يكون هداف ويعرف يسجل اهداف في منتخب مصر. وليه؟ لان في لاعب بقيمه محمد ابو تريكه، صانع العاب وهو مغمض عينه وهو مش شايف الكوره، باحساسه العالي جدا يودي. فعشان كده كنا بنشوف محمد صلاح كتير جدا ايام تريكا. محمد صلاح كان مؤثر بشكل كبير وقتها، وكان بيقدر انه يستغل كل الفرص المتقشره مع محمد تريكا. ولكن بعد رحيل الجيل الذهبي وبعد رحيل خاصه محمد ابو تريكا، كمل معانا لاعب تاني كويس جدا وكان مؤثر بشكل كبير جدا، وكان بيتقال عليه انه هو خليفه ابو تريكا. ولكن طبعا بقيمه تريكا الكبيره يعني برضه ما كانش برضه مؤثر بشكل كبير. ولكن بالنسبه لي مع عبد الله السعيد من افضل اللعيبه اللي جت في مصر. عشان كده عبد الله السعيد كمل مسيره تريكا مع محمد صلاح، رغم ان بعدها بعض الناس كتير جدا من الجمهور المصري يقول لك منتخب محمد صلاح، العب لمحمد صلاح. انا عارف ان احنا بعد كده قدرنا نجرب كذا مدرب، وكوبر اللي قدر يجي برضه بياخد طريقه الخط الدفاعي وان انا لازم اقفل والعب على المرتدات. ده اللي خلى ان الناس تقول لك منتخب محمد صلاح. ولكن لو قدرنا ان احنا نبص ونركز شويه هنلاقي ان كان في لاعب مؤثر بشكل كبير جدا اسمه عبد الله السعيد. وعبد الله السعيد كان مؤثر بشكل كبير وكان محطه بشكل كبير لمحمد صلاح ومخليه على روقان. يعني محمد صلاح مش محتاج ننزل نص الملعب علشان يستلم ولا عشان يشغل نفسه ولا عشان يشغل المنتخب، لا، انت عندك عبد الله السعيد موجود في نص الملعب يا معلم، هتقدر ان انت تشتغل بشكل كبير وباريحيه. ولكن بعد نقدر نقول ابتعاد عبد الله السعيد عن منتخب مصر وتغيير طريقه اللعب، ان هي بدل ما تعتمد على صانع العاب لا بقت بتعتمد على 4-3-3 من غير صانع العاب، ويلعب يا معلم بثلاثه بنص الملعب. عشان كده حتى لو عبد الله السعيد موجود وطريقه اللعب دي من غير الاعتماد على صانع العاب، فما كانش محمد صلاح ولا عبد الله السعيد بيقدروا ان هما الاثنين يكون في بينهم ايه؟ كيمياء بينهم هما الاثنين، فالكيمياء كانت بتروح. ولكن بعد رحيل كيروش واعتزال عبد الله السعيد اللعب الدولي، بدأنا ان احنا نشوف كذا مدرب نفس الكلام، كل مدرب بيجي قفل ويلعب على محمد صلاح، الا ايهاب جلال اللي دايما بيجي وفاتح صدره للناس كلها، ولكن ما نجحش مع المنتخب. فجي روي فيتوريا، فبدأ روي فيتوريا اعتقد انه يبص لكل المدربين اللي كان قبله وعملوا ايه من اول ظهور محمد صلاح لحد وقتنا هذا. علشان كده روي فيتوريا قال لك لا، انا بدل ما اكون انا كمنتخب اسمه منتخب محمد صلاح وان انا اقفل والعب بدفاع وافضل عامل زون ديفنس والعب على الكاونتر اتاك علشان اعتمد على محمد صلاح واسيب محمد صلاح وان انا ما استغلوش بالشكل القوي بقيمته الكبيره في نص الملعب او حتى في الواجبات اللي هي التبادل الواجبات ما بين خط الهجوم ونص الملعب، لا يا معلم انا ابدا استغله. فشفنا محمد صلاح كتير جدا في مباريات كتيره جدا بنشوفه بينزل لنص الملعب زي مباراه ملاوي او حتى المباريات اللي قبل كده مع روي فيتوريا، فبدا ان هو يستغله بشكل قوي جدا في نص الملعب، بدا ان هو يغير في محطات كتيره. ونشوف مثلا ناحيه الشمال لازم مرموش ومحمد حمدي يشتغلوا مع بعض، مرموش وفتوح مع بعض، ناحيه اليمين هاني وصلاح وزيزو يبداوا يشتغلوا مع بعض. زيزو ما كانش موجود ولكن بدا انه يخش، لان زيزو يستحق يكون موجود او متواجد فيه تشكيل اساس المنتخب مصر. فانت لو بصيت لنص الملعب وعايز تعتمد على صانع العاب وتبادل الواجبات ما بين صانع العاب والوينج، هتلاقي ان زيزو محمد صلاح، ولكن في ابتعاد عن مستوى قفشه وعدم وجود عبد الله السعيد. نفس الكلام ما عندكش لعيبه في الحته ديت دلوقتي بقت مؤثره، فانت هات زيزو يقدر يجيبها، يقدر يجيبها دلوقتي زيزو مع محمد صلاح في تبادل الواجبات. فانت شويه هتلاقي صلاح كوينج وشويه تلاقي زيزو هو اللي وينج، وتبدا ان انت تعمل استريتش بعرض الملعب انت كمدرب، وتبدا ان انت تفتح الملعب براحتك وتقفل مساحاتك براحتك، وكمان تاخد خطوره صلاح
بانظار المدافعين. بمعنى ان انت لو جيت بصيت على هدف محمد صلاح اللي كان ما بين صلاح وزيزو ومصطفى محمد في مرمى ملاوي، اعتقد كان الهدف الثاني، هتلاقي ان زيزو كان معاه الكره في نص الملعب، بدا ان هو يروح وسحب 3 مدافعين من ملاوي وراح بيهم عند الخط، وصلاح خد الكره وراح وادى مصطفى محمد 1 2 وصلاح جاب الجون. فبدات ان انت تفتح لنفسك وعملت استريتش للملعب بطول العرض، وخدت المدافعين وفتحت المساحه لصلاح، رغم ان الثلاثه كانوا ماسكين محمد صلاح، ولكن محور الارتكاز او صانع الالعاب اللي بدا ان هو يمسك الكوره وياخد الكوره وياخد ويخطف نظرهم هو زيزو. عشان كده بدأنا نشوف محاولات كتيرة جدا مع شغل في العمق، مع شغل في الأطراف، إن أنت تمسك الكرة في نص الملعب. كمان نفس الكلام تقفيل في خط الدفاع، رغم إن عندي ملحوظة في حتة السردباكات، إن إحنا في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات في مباراة ملاوي أو ابو مراد قبل كده لسه في حته السردباكات، سواء منعم او حجازي او منعم او الونش وحجازي، ايا كان مين الاثنين اللي موجودين في حته العمق والسردباكين في منتخب مصر، فلا لسه في مشكله، لسه في خطوره بتحصل، لسه في تحس تهاون، تخاذل، اخطاء ساذجه جدا. فدي الحته بس اللي ناقصه عند المنتخب. الفريق القوي اللي بيقدر يدافع بشكل قوي وبيقدر يهاجم بشكل قوي. المنتخب دلوقتي بقى قادر ان هو يلاقي حلول في الخط الهجومي، ولكن مش ان انا الاقي حلول في الخط الهجومي واهمل الحته الدفاعيه، رغم ان انا عندي امكانيات رهيبه وامكانيات كبيره ومن افضل الامكانيات موجوده في افريقيا، زي منعم، زي الونش، زي حجازي، فانت لازم تستغلهم بشكل قوي جدا. ولكن المنتخب انا شايف انه ماشي على الطريق الصحيح، وبدانا ان احنا يكون عندنا نزعه هجوميه، بدانا ان احنا يكون عندنا لينا شكل في الملعب، فالناس تبدا انها تتفائل، الناس تبدا انها تتابع بعقل ومنطق قبل ان انت تكون قاعد بتتابع علشان تنتقد. طول ما انت حاطط في دماغك ان انت تنتقد المنتخب سواء حلو او وحش، فانت لو المنتخب لاعب منتخب مثلا فرنسا او الارجنتين بطل العالم وكسبت مصر الارجنتين اللي هي بطلة العالم او فرنسا وصيفة العالم، فانت برضه هتشوف المنتخب سيء بالنسبة لك. ولكن في نهاية الحلقة اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، اتمنى كمان الفترة الجاية تكون مباراة خير وايام خير على مصر كلها باذن الله، ونشوف بطولة افريقيا من تاني داخل مصر. كفاية عظمة لحد كده، وصلوني في حلقات جاية كتير. كل سنة وانتم طيبين، سلام.